جاي النهارده اقول لك انت ازاي بجنيه تقدر تكسب 2000 جنيه. بعد الازمه الاقتصاديه اللي مر بها العالم سنه 2021، علماء الاقتصاد عملوا ابحاث على بعض المؤسسات التجاريه، لقوا ان العميل اللي استمر معاهم هو العميل اللي عنده ولاء للمؤسسه نفسها او للمنشاه نفسها، وده بيجي من اسلوب التسويق داخل المنشاه. وعاوز اقول لك يا عزيزي ان اسلوب التسويق ده ما بيجيش في يوم وليله. انت لو عندك فريق تسويق محترف يعرف ازاي يستهدف العميل المطلوب بالظبط للمؤسسه او المنشاه اللي انت فيها، هيعرف ازاي يحافظ على المؤسسه في ظل كل التحديات. الحيله اللي هقول لك عليها دي هي واحده من ضمن مئات بل الاف اساليب التسويق اللي مترجه حوالين العالم. وهي يا عزيزي رساله صغيره. عارف لما تروح محلات كبيره وبعد ما بتاخد المنتج بتاعك بيقول لك اديني رقم تليفونك، او عندك ممبر شيب معانا، او انت حابب تاخد معانا نقاط، وعندك ابلكيشن بتاعنا بتخليك غصب عنك عندك ولاء للمكان. تخيل كده انت داخل تشتري شرابات من اي محل من المحلات الكبيره بتاعت الملابس او محلات البراندات الكبيره دي اللي انا بشتري منها طبعا يعني. فانت داخل تشتري منها شرابات وبعد ما اشتريت وماشي بيقول لك لو سمحت هات رقم تليفونك. ليه؟ هو بياخد رقم تليفونك وبيحطه عنده على السي ار ام، هو بيبتدي يحطك من ضمن العملاء المحتملين للمنتج ده. بيبعت لك رساله وبيقول لك مبروك انت من العملاء اللي كسبت معانا الخصم، اتفضل خد الخصم، تشتري شرابين خد عليهم شراب ايديه. الرساله دي مهما كانت تافهه بالنسبه لك بس هي بتبقى مؤثره كعامل نفسي، ان انت عندك مكان بقيت زبون عنده. وكل ده يا عزيزي من رساله واحده. المهم بعيدا عن خفه الدم اللي مالهاش لازمه، انا جاي اقول لك ان انت ممكن بجنيه واحد تكسب عميل يدخل لك 2000 جنيه. خلينا نضرب مثل في المؤسسات الماليه الكبيره. المؤسسات الماليه لما بتتعاقد مع شركات زي فيزا او ماستر كارد اللي هي بتطلع لك الديبت او الكريدت كارد بتاعك، شركات البلاستيك كارد دي نفسها بيبقى عندها نقاط ولاء، هي بتديك نقاط ولاء في كل العالم. تدخل مطارات باي 1 جيت 1، ليك اوفر على فنادق، ليك اوفر على بعض الابلكيشن، ليك اوفر على بعض المحلات التجاريه الكبيره. دي كلها علشان تخليك تستخدم المنتج بتاعك. في منافس زي فيزا وماستر كارد، وبالتالي هم سموها نقاط ولاء، ان انت عندك ولاء بالمكان ده. تبتدي تجمع نقاط نتيجه لاستخدامك للمؤسسه الماليه اللي هي اعطيك بلاستيك كارد باستخدام البلاستيك كارد نفسه. وانت اصلا في الاخر مرتبك 1000 جنيه، يعني الالمان وكحيان شبهي. ولكن هي الولاء للمكان هو اللي بيخلي المكان نفسه في ظل كل التحديات اللي في السوق هو اللي بيفضل ثابت مكانه وما بيتاثرش باي حاجه. ان انت عندك عميل عنده ولاء ليك. لو انت مطعم او مؤسسه او شركه او مصنع او ايا كان، لو انت ما عندكش الاوبشن ده حاول تخلي فريق التسويق بتاعك يستخدمه. صدقني يفرق معاك كتير. جرب كده الحيله دي وادعي لي. وبس. سلام.